السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بيكم في فيديو جديد. في الفيديو ده هنشوف مع بعض الركنة اللي صورناها في الفيديوهات السابقة، بس كنا بنصور فترات الشغل بتاعها. ورينا لكم التقطيع بتاع القماش، ورينا لكم السفنجات والبضاعة بتاعتها، ورينا لكم الخشب. والنهاردة هنشوف التشطيب والفينش بتاعها. تعالوا بقى نشوف واحدة واحدة مع بعض كده التفاصيل بتاعت الركنة، كمان عشان الناس اللي ما شافتش الفيديوهات السابقة هفكركم كمان بالبضاعة والخامات اللي محطوطة في الركنة دي. زي ما انتم شايفين كده، بسم الله ما شاء الله، عندي الركنة بتاعتي 3 قطع مساحتها كبيرة. اول حاجة كنا صورناها معاكم كان التقطيع بتاع القماش ده، التقطيع او التشريح دوت كنا مصورينه، موجود التصوير بتاعه والشرح هنا في القناة، وكمان على قناة فنون التنجيد. زي ما انتم شايفين كده التقطيع بتاع السفنج والقماش دوت واخد الظهر كله والدراعات، وكمان اخد الصدر بتاع الركنة من تحت. تمام، ده بالنسبة للتقطيع بتاع القماش والسفنج ده. طبعا احنا قلنا لكم ان احنا مش بنوديها في المصنع بره، بنعملها هنا في الورشة عندنا لأسباب كتير ومميزات كتير. موجود كل ده موجود ومشروح في الفيديو هنا في القناة وعلى قناة فنون التنجيد. بعد كده عندي طبعا الخشب بتاع الركنة هنا خشب زان، وشفتوه معانا في الفيديوهات السابقة. عندنا بقى السفنج بتاعنا سفنج هايبر كثافة 45. السفنج دوت بيتحط عليه طبقة فايبر رول، وبيتلف بالعبك، بياخد كسوة عبك من الداخل، وبعد كده بيتعمل له الكسوة بتاعته الخارجية اللي هي القماش ده. طبعا القماش ده كنت مصوراه لكم قبل كده ووريت لكم منه اللون الازرق البترولي. تمام، احنا جبنا من نفس القماشة بس الكشمير اللي انتوا شايفينه ده. طبعا قلت لكم ان القماشة ديت جميلة، ان هي بتبقى ملمسها ناعم، اخده ملمس القطيفة كده، واخده شكل الكتان، يعني فيها نقشة الكتان. كمان عندي السفنج بتاع الدراعات وبتاع الظهور، سفنج ارتفاع 5 سنتي، والكثافة بتاعته عالية. يعني مش بس السفنج القاعدة بس اللي بنهتم بيه، لا كمان الظهور والدراعات وكده والرفايع ديت بنهتم بيها برضو. كلها سفنجات ضغط عندنا بنحطها للظهور والدراعات. نفس الحكاية برضو اللي عاملين بيه التشريح او التقطيع ده، برضو سفنجات ضغط. يعني الحمد لله بفضل الله كل السفنجات عندنا كثافات عالية. عندي بقى الكوشنات هنا زي ما انتم شايفين داخل فيها كده كذا لون، ومن ضمنها برضو اللون بتاع الركنة اللي هو الكشمير. عندي درجة الكشمير الفاتح والغامق في الكوشنات هنا، وداخل معاها ألوان تانية برضو عشان تدي شكل حلو كده للركنة. ماشي، لو بصينا بقى هنا للكوشنات هنلاقيها مش بس ان هي مشجره بس كده، لا كمان الظهر بتاعها من نفس قماش الركنه، يعني معموله وش ووش، بحيث ان العميل لو حب ان هو يغير او ينوع يبقى معاه المشجر ومعاه كمان الساده. يعني الكوشن هنا عندي وش مشجر ووش ساده زي ما انتم شايفين كده. تمام، حب بقى هو ينوع ويعمل ساده ومشجر ماشي، ساده بس ماشي، كله ساده بس، يعني اللي هو عايزه. تمام، زي ما انتم شايفين كده. طبعا الظهر اخد كل ده لحد تحت، يعني لو شلت الشلتة هتلاقي نازل لحد تحت، وكمان لافف لورا. الدراعات نفس الحكاية زي ما انتم شايفين، واخدة لحد تحت ولفة لحد ورا، دي واخدة لحد تحت خالص. تمام، وعندي طبعا الرجول دي رجول زان، دي بتيجي جاهزة كده ومعمولة اللي هو الأسطر ده بتيجي جاهزة يعني. تمام، وده الدراع بتاع الشازلونج ده زي ما انتم شايفين كده. برضو التقطيع بتاعه واخد لغاية ورا، بس طبعا ما فيش مجال ان انا قاعد اصور زي ما انتم شايفين.
فالشغل ما شاء الله بيحكي عن نفسه. يعني اظن ان انا اتكلمت عن تفاصيل كتير، او معظم التفاصيل اتكلمت عنها. لو نسيت انا حاجة بقى اكتبوا لنا في التعليقات واحنا نرد عليكم، او ابعتوا لنا على رقم الواتساب بتاع زوجي، انا بسيبه تحت في الوصف تحت الفيديو. ابعتوا لنا عليه لو عندكم اي استفسار، او عندكم شغل او حاجة عايزين تعملوها. بالنسبة للناس اللي بتسأل عندكم شغل محافظات، ايوه يا جماعة احنا عندنا شغل محافظات، احنا بنعمل شغل محافظات وبنشحن وبنبعت. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير واشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله.